الوها، اهلا بكم على قناه سمر تايم. فيديو النهارده كولابوريشن مع قناه دكتور ايمي. ايمي دكتوره وفي نفس الوقت عندها قناه يوتيوب وبتعمل فيديوهات متنوعه جدا. انبهرت اول لما دخلت القناه بتاعتها. مكياج هتلاقوا، نصايح طبيه هتلاقوا، شوبينج هتلاقوا، وكمان يعني حاجات لتنظيم الوقت وتنظيم حياتكم هتلاقوا. احنا فكرنا سوا ان احنا نعمل فيديو كولابوريشن حاجه ليها علاقه بالموبايلات. فايمي هتتكلم في الفيديو بتاعها عن خفايا الايفون 7، وانا حبيت اعمل لكم فيديو عن 5 ابلكيشن لازم تكونوا على موبايلاتكم علشان هتغير حياتكم 180 درجه. بعد ما تشوفوا الفيديو دوت روحوا شوفوا قناه ايمي دكتور ايمي، وما تنسوش تعملوا لها سبسكرايب. اول ابلكيشن حابه اكلمكم عنه لازم يكون على موبايل كل بنت، وده انتوا سالتوني عنه كتير لما اتعملت الفيديو بتاع افظع 10 نصائح للدوره الشهريه، وهو ابلكيشن للدوره الشهريه اسمه كلو. كلو برنامج سهل جدا ممكن تنزلوه على اي موبايل، هو يعني فري، ما مش بتدفعوا عليه اي حاجه. فايدته ان هو بيحدد الدوره الشهريه بتاعتك، فبيبين لك وقت بدايه الدوره، بيبين لك وقت الفيرتلايزيشن اللي هو وقت الاخصاب، وبعد كده بيوري لك وقت البي ام اسنج او اعراض ما قبل الدوره. احلى حاجه فيه بحبها ان هو كل يوم ممكن تزود، يعني تدخلي بيانات انت حاسه بايه ومودك عامل ازاي، كميه الدم اللي كانت بتنزل عليكي قد ايه، هل انت وشك طلع فيه حبوب ولا لا، هل انت الكريفنج بتاعتك كانت ليها علاقه بالسكريات ولا الموالح، الشعر، الاكتيفيتي حتى اللي عملتيها في خلال اليوم، هل كنتي نشيطه ولا كنتي تعبانه. وكل الحاجات دي كل ما بتدخلي معلومات اكتر كل ما التاريخ اللي هو بيقولك عليه ان الدوره بتاعتك هتبدا في اليوم ده او الدوره بتاعتك هتنتهي في اليوم ده بتبقى مظبوطه اكتر. انا فعلا حياتي اتغيرت من ساعه لما نزلت الابلكيشن ده، بقالي دلوقتي 4 شهور الدوره بتاعتي يعني منتظمه، بتيجي في اليوم فعلا اللي هو بيبقى مكتوب عندي في الابلكيشن، اليوم ده هتيجي بتيجي واليوم اللي بتخلص. الابلكيشن الثاني وهو الفتنس بال، ودوت هيكون يعني حاجه مفيده جدا للناس اللي بتفكر تعمل رجيم او بتفكر تخس او بتفكر ان هي تربي عضلات او يعني تهتم بصحتها بشكل عام. فكره الابلكيشن دوت ان هو بيحدد لك كميه السعرات الحراريه اللي انت محتاجه تاكليها في خلال اليوم علشان توصلي للوزن اللي انت محتاجاه. فاول ما بتنزلي الابلكيشن بيطلب منك ان انت تدخلي عليه وزنك الحالي والوزن اللي انت عايزه توصلي له، وهل انت عايزه توصلي له في قد ايه. زي ما انتم شايفين هنا انا الهدف بتاعي ان انا عايزه ابقى 45 كيلو بدخله، وانا حاليا 48 كيلو وعايزه اخس نص كيلو في كل اسبوع. وبحدد بعد كده الاكتيفيتي بتاعتي، انا مثلا نشيطه جدا مش نشيطه قوي. بعد كده بتدخلي بقى الاكل اللي انت اكلتيه خلال اليوم، فمثلا بتبداي بوجبه الفطار، وعندك الغداء والعشاء وبعدين في سناكس. فمثلا ببدأ وجبة الفطار انا اكلت موز مثلا، بتكتبي نوع الفاكهة او الاكل اللي انت اكلتيه، وبعد كده بيبين لك اختيارات، هل اكلتي موزة كفاكهة ولا موزة كانت عصير ولا موزة كانت مثلا مع سلطة. فانا اكلت موزه اللي هي الفاكهه، واكلت نص موزيه، ودي حاجه كويسه انا بحبها فيه ان هو بتحددي الكميه بالظبط اللي انت اكلتيها، هل اكلتي كميه يعني موزيه كامله ولا نصها، وبيقول لك السعر الحراري وكمان الفوائد الغذائيه اللي انت اخدتيها من النوع ده من الاكل. بعد كده في حاجه برضو انا بحبها جدا فيه، ان انت لو مش عايزه تكتبي اسم الفاكهه او الاكل اللي انت اكلتيه، بتجيبي بس العبوه بتاعه المنتج اللي انت اكلتي منه، وبتستخدمي الباركود باتن، بس بتعملي سكان عليها وبيبينها لك. زي ما انتم شايفين انا عملت سكان، دي كانت زي حاجات كده يعني مقرمشات اكلتها، وبس بتشوفي السيرفينج بتاعت الكميه دي من الاكل، اللي هو مثلا 15 قطعه من السناكس دي كان دي السعرات الحراريه 140 كالوري، فانا اكلت 2 سيرفينج، فبيضاعف لي السعرات الحراريه زي ما انتم شايفين، وبيخصم التوتال من التوتال اللي هو بتاع اليوم بتاعي، وبيقول لي انا فاضل لي قد ايه في خلال اليوم كسعرات حراريه. وبتبداي تاكلي يعني بناء على يعني في خلال اليوم حاجات تكمل يعني السعرات الحراريه بتاعتك. كمان بيبين لك بيديكي زي ريبورتس او توبكس كده ممكن تختاري منها معلومات عن الاكل، وصفات حلوه جدا برضو، بتبقى اوريدي السعرات الحراريه محسوبه فيها، فبتديكي افكار ازاي تاكلي اكل صحي، وبتبقي عارفه السعرات الحراريه اللي جواه قد ايه من غير ما تقعدي انت تحسبي فيها. فدي برضو من المميزات الكويسه فيها، واستخدامه سهل جدا 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 وهيفيدك جدا.
الابلكيشن التاني وهو عباره عن تايمر، ده بستعمله لما باجي اعمل الاكسرسايز بتاعي او الورك اوت. استخدامه برضو سهل جدا، بتدخلي انت نوع الاكسرسايز اللي انت عايزاه. زي ما شايفين هنا هدخل انا اكسرسايز مثلا جديد هسميه ديلي ورك اوت او الاكسرسايز اللي انا بعمله كل يوم، وبتختاري تشوفي التمارين اللي انت عايزاها تكون موجوده في الاكسرسايز ده قد يعني نوعها ايه وعايزه وقتها يكون قد ايه. فانا بحدد هنا التمرين هيكون اعمله لمده مثلا 30 ثانيه او 2 دقيقتين، وبعد كده بيديكي البريك اوت لو انت عايزه بريك. انا باخد البريك بتاعي مثلا 10 ثواني ما بين كل تمرين، فبختار هنا 10 ثواني. وبعد كده البريبريشن تايم لو انت عايزه تعملي تسخين قبل ما تعملي التمارين ديت، انا مش هعمل فبختار 0. وبعدين بتختاري كام راوند هتعيدي التمرين ده كام مره، فانا هختار هنا 3 مرات. وبعد كده بتختاري الصوت بتاع التمرين اللي هو اول ما التمرين يبدا ولما التمرين ينتهي وكام راوند. وبتجربي، انا هجرب لكم دلوقتي ده شكل التمرين بتاعي اهوت. لما خلص بيظهر عندك في الصفحه الاولانيه، بتختاري من فوق مثلا اي تمرين انت عايزه تشتغليه وبتدوسي ستارت daily workout time. بس. ولما بتخلصي التمرين بتاعك بس بتقفلي البرنامج وبتخرجي منه عادي، وممكن يشتغل وانت حتى كمان قافله الموبايل. الابلكيشن اللي بعد كده ابلكيشن حلو جدا كلكم عارفينه اللي هو اوبر، وده زي خدمه تاكسي، ممكن تستخدميه كمستهلك وممكن تستخدميه كواحد بيقدم الخدمه. فانا عن نفسي ما عنديش عربيه، فعشان كده بيفيدني جدا ان انا بخلص بيه مشاويري، وبحبه جدا لانه على طول متاح في اي وقت من اي مكان تملي بلاقي في عربيه موجوده، وعربيه شيك جدا ونظيفه جدا، والسواق بتبقى خدمته ظريفة جدا. بس عيبه ان هو ساعات بيغلوا لما بيبقى مفيش عربيات كتيرة في الطريق بيغلوا التكلفة، فبتلاقي بيظهر لك ان السعر مثلا تايمز 2 او تايم مرة ونص كده، فده ما بحبوش. الحاجة التانية برضو ان انت ممكن تغيري مكان اللوكيشن اللي هو يجي ياخدك منين بالظبط. وبعد ما بتخلصي الرحلة بتاعتك بتقدري تقيمي السواق والخدمة والعربية وكل حاجة، ولو في شكوى خدمتهم ممتازة جدا. الابلكيشن الاخير وده برضو حاجه زي الاوبر بس للمنشآت، او لو انت عندك شقه او اوضه او مكان ينفع ان انت تأجريه لحد، ده ممكن تعمله من خلاله فلوس كويسه جدا جدا جدا، واستخدامه سهل جدا جدا. فانا مثلا بستعمله هنا لما برضو ممكن تستعمليه لو انت مسافره وعايزه تقعدي عند حد يعني تقريبا 50% ارخص من لو قعدتي في اوتيل. فمثلا لو انت هتستخدميه كحد بيقدم الخدمه وعندك المكان زي ما انتم شايفين، انا عندي مثلا المكان دوت بأجره، بتحطي صورة للمكان والسعر اللي انت عايزاه ومثلا عايزة تأجريه يعني قد ايه في خلال السنة، واخر مثلا مبلغ ممكن توصلي له اللي هو اغلى حاجة واقل حاجة. وهو كمان بيعمل جنريشن اللي هو لما يبقى فيه ديماند قليل على المكان بتاعك بيقلل السعر عشان يقدر يجيب ناس كتيرة، ولو الديماند مثلا كتير بيغلي السعر عشان يقدر ان هو يدخلك فلوس اكتر. فانا بحبه جدا لانه سهل جدا وبتقدري تعملوا منه دخل يعني معقول للناس اللي هي ما بتقدرش تسوق عربية وتبقى اوبر، او ما بيقدروش يشتغلوا وظيفة تانية. لو انت عندك مكان متاح مثلا في اي مكان يعني في بيتك، ممكن تشيره مع الناس وكده وتعمل يعني مبلغ معقول. بس دي كل الابليكيشن اللي انا حبيت اشارك بيها معاكم، يا رب كلها عجبتكم وجربوها وفعلا هتقدر تفيدكم وهتغير حياتكم يعني 180 درجة. وبرضو ما تنسوش تخشوا على القناة بتاعة دكتور ايمي، هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس تحت. ولو عندكم اسئلة عن اي من الابليكيشن دي، لو عايزين اعمل لكم فيديو مثلا عن ابليكيشن معين عجبكم واديلكم تفاصيل اكتر، برضو ابعتولي في الكومنت سيكشن تحت، وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.